السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة بإذن الله. رجعنا مع فيديو جديد، فيديو رشمة وصدبيق اللي شحال هادي بينا وبينو. بانوا لي هكا رشيمات اللي زويونين وهكا جدادين بالنسبة للقفيطنات للجبل هذا، وقلت نشاركهم معكم علاش لا. هكا تكون عندكم فكرة، وهكا اللي بغات شي رشيمة ولا هذا تكون عندها. كيما شفتوا لاحظتوا البيسه الاولى، وكذلك هذه البيسه هذه البيضه اللي كتجي زوينه، سورتو دابا الموسم ديال العراسات والحفلات، كان سورتو العرايس كيبغيو شي حاجه اللي بحال هكا كتكون راقيه وزويونه. بالنسبه للرشيمه ديالها هي هذه، ها انتم شفتوها مخدومه في غير بالسقلي والبيض، وشفتوها باللوينات كي كتجي. وعندي كذلك بعض هذه راه مخدومه بالكمبيوتر باش نكونوا واضحين، يعني هذه رشيمه الكمبيوتر، ولكن نقدروا نخدموها بالطرز الرباطي ديال الماكينه وكذلك ديال اليد. وحتى التنبات اللي عندها الكان هكا بغات تخدم داك التنبات، راه غادي كيجي واعر، سورتو داك لي موتيف ديال جيومتريك كيجيو واعرين بالتنبات. عندنا كذلك هاد القفيطن هذا كله بالتنبات. خلاص الصيف هذا يزاو العقيدات هكا في الدوره ديال القفيطن مع الكميمات. وبالنسبه للرشيمه كلها مخدومه بالتنبات، جات شي حاجه اللي راقيه وزويونه. عندنا كذلك هاد الرشيمه هذه كتجي حتى بالابره الشرقيه، لان لي موتيف اللي فيها كبار. هنايا مخدومه بالطرز الرباطي، كتبانت لي بحال مخدومه بالطرز الرباطي د اليد. تقدروا ديروا هاد الماكينه، المهم باش ما بغيتو هكا كتاخدوا فكره لا الرشيمات لا الالوان لا كلشي، وانتم كتطبقوها على حسب المستطاع ديالكم وعلى حسب الامكانيات اللي عندكم. صافي. عندي حتى القفيط هذا البلو غوا اللي كيجي صراحه رائع في البيسات، كيجي شي حاجه اللي راقيه وزويونه، هنايا مخدوم بالتنبات. وفيه سفيفه عادي، يعني شي حاجه اللي سامبل وزويونه ولكن راقيه في نفس الوقت. وهذا القفطان اورانج واعر بزاف، فن مخدوم بالصم، بالطرز الرباطي، زوين بزاف، سورتو مع جا شارجي وجا عامر هكا ديك الهبيطه هكا في الجنيبات في الجهه ديال سلسله الجناب والكميمات. جا رائع، شي حاجه اللي راقيه وزوينه بزاف. نرجعوا للجليلبات، رشيمات اللي خفافين وزوينين. عندنا هاد الرشيمه هذه مخدومه بالطرز الرباطي في الكميمات، وكذلك ديك سليته صغيره هكا في نص الطوق، جات زوينة للإشارة. إن شاء الله غادي ندير لكم فيديو هاكا اللي بغات تخدم جلابة نص-طوق بطريقة ساهلة وبسيطة بزاف، يعني للمبتدئات. غادي ندير لكم الطريقة السهلة البسيطة كاع اللي تعلمت بها، ومع المدة هاكا إلا بغيتو نزيدو هاكا نزيدو شويش تقنيات في الخياطة ديالنا إن شاء الله. شفتوا عندي حتى هاد الرشيمه هادي شحال زويونه وراقيه، حتى هادي من الرشيمات الجداد اللي بانوا دابا مؤخرا، اللي كيعجبوا هكا الجيومتريك، وراه داخل فيها حتى الوريقات في الداخل، يعني مدخله ما بين الاشكال العاديه اللي مولفين بها وكذلك الاشكال الهندسيه. وكذلك غادي نولي نعاود لكم، لان شفتكم عجبكم بزاف داك الفيديو اللي درت لكم ديال الفصله والخيطه ديال السروال. غادي نوريكم كيفاش تاخذوا القياسات غير انطلاقا من السروال اللي عندكم، لا الاغلبيه بغاو البنيتات الصغار ولا هذا. غنقول لكم هكا تقنيات كيفاش تاخذوا القياس، اما منكم هكا، اما من الكليانات ولا اللي بغات ديرها راسها، واما تاخذوا هكا سروال عندكم كيجيكم هو هذاك مقاد، غادي ناخذوا عليه القياسات، وغادي نشوفوا التطبيق ديالها باسهل وبابسط الطرق كما ولفنا. عندي حتى هاد القطن هذا اللي كيعجبني بزاف، ومخدوم غير بالتنبات، يعني كله مخدوم بالتنبات، ما فيه لا سفيله حتى شي حاجه، يعني اللي بغات شي حاجه هكا كتكون شي مناسبه غير خفيفه، ما كتكونش يعني غير بين العائله وهادو، كنبغيو نديرو شي حاجه اللي راقيه وزويونه. عندي قفيطن نخدمو كله بالتنبات، كيجي راقي وزوين، ما كيهزليش السلعه بزاف، يعني سورتو الا كنتي كتخدمي غير بيديك ما غاديش يعني غادي شنو غادي الا كنتي كتفصلي غتفصليه، ما كنتيش غادي تعطيه الخياط اللي يفصلوا لك، غادي تجيبي تنبتي له الرشيمه ديالو، غادي تولي ترديه يطرقوا لك، غادي تعاودي تقيطي الملاقي صافي، وغادي تصيفطي الحديده. هاد القفيطان عندك واجد سورتو الا كنتي خدمتي غير مثلا غير بلون واحد، ما غاديش يتقام عليك كاع غالي، يعني غتشوفي بشحال خديتي ديك الباكيه ديال العقيق. هادشي اللي كاين. بالنسبه اللي كتبغي هادو رشيمات خفافين وسامبل، الصراحه هذا لا اللون لا رشيمه، شي حاجه اللي سامبل وخفيفه بزاف، كتبغي داكشي هادئ جا راقي وزين، واخا دخلنا فيه داك الاورانج والخضيضر، ولكن اللون والرشيمه هادئين خلات رشيمه تجي زويونه. عندي حتى هادي من رشيمات جدادين اللي كتعجبها هكا لي موتيف بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشكل هذا اللي جاي، هذا عجبني الشكل ديالو، هو راه رشمه باينه فيه، يعني الا مشيتو خديتو غير هكا راه باين، ما تحتاجش عاد تحطي له رشمه. شتو ساهل وزوين وسامبل، شي حاجه اللي راقيه وزويونه بزاف. هاد لي موتيف هذا هما اللي رجعوهم مؤخرا،
حاطه لكم هذا وحاطه لكم حتى وحدين اخرين انا غنوريهم لكم. هادو عجبوني واخا بلا رشيمه، ولكن زعما الرشيمه ديالهم ساهلين. عندي كذلك هذا كله بالتنبات كما كتلاحظوا، وفيه غير عريشات هكا خاصين بالوريقات. راه سبق لي حطيت لكم واحد الفيديو خاص غير بالرشامي ديال اللي فيهم الوريقات. ها نتوما هذا غادي تاخذوا الرشمه كما كانت اللي فيها الوريقات، وغادي ديروه هنا دايره في الكتيف، دايرها هكا في الجهه ديال تحت الحزام، وكذلك في الكميمات. عندي حتى هاد الرشيمه هادي راه سبق لي حطيت لكم موديل بحالها ودرنا حتى التطبيق ديالها تقريبا. كيجيو هكا غير في الكتيفات، يعني إلا رديتو مؤخرًا هادو هُما الأشكال اللي دارجة. يعني عندي التنبات هنايا غير في الجهة ديال الكتيفات، تقدروا تزيدوا في الكمام كيما تقدروا تستغناو عليها. هاد الموديل هذا حطيت لكم غير هكا لأن عجبني بزاف. لا اللوين لا الختيمة ديالو هنايا مخدوم بالطرز رباطي باليد، يعني ماشي بالماكينة، غير باليد، غير إبرة وهادي وقية الحرير. تقدري تخدمي بها هاد الموديل اللي جا راقي وزويون بزاف. ها نتوما شوفوا الشوشة ديالو، الموديل حتى هو جديد. عطيت لكم هكا كنحط لكم موديلات واشكال وهكا شي حاجه مختلفه باش تاخذوا فكره، لا الرشيمات لا اللي دارج في البيسات لا هكا، يعني تشكيله مختلفه. عندي حتى هاد الجلابه هادو لهاد الوريضات اللي رجعوا دابا حتى هما رجعوا مؤخرا دارجين بزاف. كنشوفوهم لا في القفيطنات لا في الجليلبات، لا كيجيو هكا التسليته هابطه غير في الجنيب، يعني شي حاجه اللي راقيه وزويونه. هذه جلابه كذلك كلها بالتنبات. بالنسبة لداك الموديل اللي كنت حطيت لكم هو الأول البيض، هادو بعض الأشكال اللي قريبة ليلو، واخا راه ماشي نفسهم ولكني أشكال قريبة ليلو، لأن شوفوا الزواقة ديال الوردة اللي جات هكا هنايا مخدومة بالخطفة، وفاش كتحدد وهذا كتجي زويونة، كتجي راقية بزاف. وهادو راهم ب بالكمبيوتر، طرز رباطي الكمبيوتر، ولكن تقدروا تخدموهم حتى بالطرز الرباطي ديال الماكينة، يعني ما كاينش إشكال. هذه كذلك هذا الشكل هذا عجبني قلت نشاركه معكم. كتجي مخدومه غير في الجهه ديال الذره ديال التركيز. ها نتوما القفطان سامبل، يعني مخدوم غير بالسفيفه وبالعقيدات، دايرين له الدوبلور في الكمام على حساب اللون السيفه اللي مدخلين مع السقلي. ودوك الرشيمات ودوك الطريزات اللي عندنا في الذره التركيز. وجات شي حاجه اللي راقيه زويونه، هذه بحال داك الموديل اللي وريت لكم قبيله، اللي قلت لكم ما تحتاجوش كاع تاخذوا زعما تخرجوا الرشمه ديالو منه، تاخذوا هكا نيشان. شفتوا سامبل ما فيه حتى شي حاجه، يعني مخيط خياطه عادي ودايرين له داك التنبات. بالنسبه لهاد الرشيمه هادو كيجيو في عبايات، كتجي راقية، شي حاجة اللي راقية وزويونة. شفتوا راها خفيفة وسهلة وكطلع دغيا، غير هي التنبات فيها مختلف وزوين. يعني الا رديتو البال كبرتو الصورة ورديتو البال غادي يجيكم واحد التنبات اللي رائع بزاف. وبالنسبة لهاد الموديل هذا، هذه عجباتني بزاف، هذه مخدومة بطريقة أخرى، ولكن إن شاء الله هذه بقوت ما عجبتني قلت نشاركها معكم. لا بغيتو ديروها في عباية، يعني كتجي شي حاجة اللي راقية، ديروا مثلا وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة متوسطة، ولا تمشيو هكا كتلعبوا بالأحجام ديال يعني كبيرة صغيرة هكا، وتمشيو كتحطوها كت هاكا كتحطوها على حساب العباية ديالكم فين بغيتو ديروها وتنبتوها. التنبات ديالها ساهل بزاف ولكن كيبقى راقي. عندنا هاد الموديلات هكا، انا علاش حطيت لكم لقيت غير الطريف هكا غير باش تاخذوا فكره. هنايا مخدوم خدمه خفيفه بالطرز، وزيدين فوق منه التنبات جا رائع. وختامها مسك مع هاد العبايه هادي اللي زوينه، تاخذوها هكا في اللي بغات دير عبايه للصيف. أنا داخلين هكا فيها جوج لوينات، الأسود والكراميل. الرشيمة اللي فيها ساهلة تقدروا ديروها بأي شكل بغيتو. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، إلى اللقاء.